السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكلاص اقتصادي ساهل ماهل، لا في المقادير ولا في الطريقه ديال التحضير ديالو، اللي تفرحوا به الوليدات ديالكم بواحد الثمن رخيص بزاف. كنتمنى انه يعجبكم ان شاء الله وتجربوه وديروه لوليداتكم. بلا ما نطول عليكم، بقاو معايا في المقادير والطريقه ديال التحضير ديالو. بالنسبه للمقادير ديال الكلاص البنات، كيف ما كتشوفوا معايا المقادير ديالو ساهله، يمكن لكم تفرحوا به الوليدات. كيتلقى رخيص الصراحه وزوين. وبالنسبه للبنات اللي بغاو الكلاص بريستيج، راه فايت ليا مشاركه معكم في القناه. رجعوا غادي تلقاو بالنوغا والكراميل، شي حاجه زوينه حتى هو، وحتى هذا كيجي زوين في المتناول ديال الجميع وكيتقام رخيص. بالنسبه للبنات هنايا المقادير، عندنا سطو ديال الحليب، وعندي هنايا هاد الكريم شونتي ديال الكلاص، ها هو خاص بالكلاص ايديال، كيدير 13 درهم، يعني رخيص ما غاليش، اللي هو هذا. وعندي هنايا جوج دانيس كراميل، وعندي هنايا هاد البسكويت هذا سميتو ايو، كيدير 2 دراهم، قطعته على هذا الشكل بحال هكا، حتى هو زوين كيعجب الوليدات. وعندي هنايا شوكولا اي نوع كتفضلوا. بالنسبه لهاد المقادير درت انا، يمكن لكم البنات ديروا اي نكهه كتفضلوا، اي نكهه كتبغيو. المهم بسم الله نبدا على بركه الله. عندي الحليب هنا بارد، هادشي كلشي كديره في الفريغو، دانيت والكلاص وهاد سميتو والحليب كلهم كديرهم في الفريغو. المهم غادي نكب الشونتي وغادي نطلع هاد الكريمه مزيان. صافي كيف ما كتشوف معايا، من بعد ما طلعت الكريم، شوفوا معايا كي كيجي القوام ديالو. ما خصوش يطلع بزاف حتى يوقف، يعني يطلع بهذا القوام بحال هكا. صافي غادي نزيد عليه هاد دانيس كراميل. هاد كلاص ساهل، كديري كلشي في خطره، كيجي المذاق ديالو زوين بزاف البنات، غير جربوه تفرحوا به وليداتكم. في العود ما تبقاو ديما تشيو لهم كلاص على برا، هذا كديروا كتبقى تخليوه في الفريغو، كل مره كتبقاو تعطيوهم كما كيبغيو. عندي هنايا البنات واحد النكهه ديال الفاني، عندي هنايا البنات النكهه ديال الفاني، غندير واحد شويه. وغادي ندير هاد الشوكولا وهاد البسكوي هذا. صافي غادي نخلط كلشي. الا بغيتو البنات تعاودوا طربوا، كيبقى لكم الاختيار. المهم انا كنخلطها بحال هكا. كتجي فيه واحد التأثيره زوينه، واحد البنه زوينه البنات بديك دانيس كراميل. يمكن لكم ديروا اي نكهه كتبغيو، يمكن لكم ديروا دانيس ديال الشوكولا، اي حاجه كتفضلوها.
صافي دابا جبت هاد المول هذا، اي مول عندكم. ما عنديش البابي كويسون، درت هاد البلاستيك هذا باش نقضي به. صافي وغادي نحطو هنايا. يمكن لكم البنات بغيتو ديروه بحال هكا في مول بحال هكا، يمكن لكم ديروه في كويسات ولا جبيبنات ديال الكلاص ولا اللي عندكم. صافي وغادي نقادو بحال هكا. صافي وغندخلو في الفريغو البنات واحد 3 سوايع ولا 4 ديال السوايع حتى يجمد لينا مزيان، ونعاود نرجع معكم باش نشوف معكم ان شاء الله باش غنزين هاد الكلاص والشكل النهائي ديالو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، من بعد ما خليت الكلاص حتى جمد كيف ما كتشوفوا، هذا راه قاصو هنايا ولدي بايديه، ما صبرش عليه حتى يجمد. المهم غادي نحيدو دابا من هنايا من هذا المول هذا، غنديرو في الطبق ديال التزيين. غادي نقادو شويه بحال هكا. بالنسبه للتزيين البنات كيبقى الاختيار ديالكم، يمكن لكم ديروا اي حاجه عندكم. انا عندي هاد الشوكولا هذا وهاد البسكوي كان كياكل فيه ولدي، قلت ليه خليه نزين به. المهم غندير شويه هنايا ديال الشكلاط، غندير هذا بحال هكا تزيين. وخديت هنايا البنات دانيت شوكولا، يمكن لكم تاخذوا ديال الكراميل. صافي غنزين به بحال هكا خطوط بحال هكا. صافي هذا هو الكلاص ديالنا اللي وجدت معكم اليوم، اللي وجدته كيف ما كتشوفوا معايا. المقادير ولا الطريقه راه سهله وكيوجد بواحد السرعه، يعني ما ياخذش معكم حتى نص ساعه باش كيوجد. والثمن تقريبا 25 درهم، هذا هو الثمن ديالو كاع الا غلا. الا بغيتو ديروا شي حاجه اخرى كيبقى الاختيار ديالكم. المهم المذاق راه زوين، كنتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق كيف ديما. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، على التشجيع ديالكم، والسلام عليكم. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله ولا فيديو اخر ان شاء الله.